السلام عليكم. الشوط الأول عجبتنا المقابلة، مفرجة جيدة، ونتمناو إن شاء الله الشوط الزوج تكون مفرحة إن شاء الله، والتوفيق، والراية الحمراء إن شاء الله ديما حمراء خضراء، ونطلبوا الشفاء لسيدنا إن شاء الله محمد السادس، مولاي الحسن، مولاي رشيد، ربي ينصرهم إن شاء الله، وتبقى الراية تاعنا ديما حمراء خضراء إن شاء الله، ديما المغرب الفوق الفوق. واللي بغى يشاهد المباراة جيدة إن شاء الله ديما فضاء بن سعيد، بركان، تفوغات، إقليم، بارتو، المغرب ديما إن شاء الله. فوز المنتخب الوطني 2-0 ان شاء الله. النتيجه 2-0 ان شاء الله. شكل الشوط الاول. الشوط الاول متواضع. كتوقع ان الشوط الثاني يكون مختلف؟ الشوط الثاني ان شاء الله يكون مختلف مع التغييرات يقوم بهم وليد الكراكي، نتمناو ان شاء الله. فضاء بن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن المغاربه نحتفلون مقابله ان شاء الله في منتهى الروعه، ونتمنى النتيجه ان تكون ان شاء الله بحول الله 2-0، ونحتفل بمقهى فضاء بن سعيد، ونتمنى الجميع المغاربه ان شاء الله فرحا وسرورا، ونحتفل جميعا، وهذا ما نقدمه، وشكرا للمغاربه كافه. السلام عليكم. نتمنوا الفوز للمنتخب الوطني اليوم، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الشوط الزوج يدخلوا بمعنويات مرتفعه ويديروا التغييرات السي وليد الكراكي باش اننا نفوزوا في هذه المباراه، وان شاء الله حتى النهائي، ولما لا الفوز باللقب. ديما مغرب ديما مغرب. نتمنى المغرب الوطني يفوز ب2-0. شكون اللاعب بالنسبه لي؟ حكيمي. المقابله بالنسبه لي اشرف حكيمي، نتمنى ان شاء الله فوز المنتخب الوطني ويمشي للفينال ان شاء الله. مرحبا بجميع الزملاء فضاء بن سعيد، فضاء عائلي. بالنسبه للعائلات عندنا فضاء خاص بالنسبه للعائلات، خاصه كما كتشاهدوا هذه غير العائلات، ومرحبا بالجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم محمد السلمي، عضو من فرقة فينيكس المسرح بركان. صراحة هذا الحدث هذا اللي تنظم كان حدث زوين، كانوا مجموعة من الفقرات اللي زوينين. تفرجنا الشوط الأول ديال المنتخب الوطني المغربي، لعبوا مزيان، ولكن الحظ ما سعفهمش قدام الشبكة. نتمنوا الشوط الزوج يكونوا في المستوى المطلوب ويسجلوا لنا الأهداف، وديما مغرب. السلام عليكم. يوسف غالمي، عضو كذلك في فرقة فينيكس، وكذلك فرقة أو نادي المتطوع، نادي في دار الشباب بوهديلة. صراحة كان ليفيرمون كان زوين، كانوا فيه شوية يعني مشاكل، ولكن في هذا كنتحداوهم وكنحاولوا ننجحوا دوك بحال هذا ليفيرمون في المدينة ديالنا، باش المدينة ديالنا تبان راقية في هذه المواضيع ولا في هذه الفعاليات. ونتمنوا المنتخب الوطني انه يفوز ان شاء الله، ونتمنوا انه يحقق لنا اللقب ديال الكاف 2025. شكرا لكم.